ممكن تكون حياتك كلها واقفة على النهاردة، ودي مش مبالغة. كان عندي مريضة حست بمشكلة، أي نعم هي حاجة بسيطة جدا، لكن مع الاهتمام والتركيز بدأت تاخد بالها إن أنا عندي حاجة بسيطة موجودة في الثدي. كتير من المرضى السيدات سواء كانوا صغيرين في السن أو كبار في السن بيحسوا بمشاكل في الثدي، ودي فعلا بتبقى حاجة بسيطة لو أنا اهتميت بيها، لأن أي مشكلة في الثدي مهما كانت صغيرة بقدر اكتشفها بشكل مبكر أو أتعامل معاها بشكل مبكر، وده بيحل 90% من المشكلة. لو كانت تجاهلت المشكلة دي وقعدت أسبوعين بالظبط كنا تحولنا من مرحلة بسيطة لمرحلة كبيرة جدا ومعقدة هتدخلنا في مشاكل كبيرة جدا، ممكن توصل لعمليات كبيرة، علاج كيماوي، علاج إشعاعي. وبالتالي الكشف المبكر بيحل 90% من المشكلة، وبيوفر نفقات وبيوفر صحة، ويخلي الشخص يرجع يتعامل بشكل طبيعي جدا في بيته أو في المجتمع. المريضة دي حاليا ماشية في خطة علاج، والحمد لله نسبة التعافي والشفاء بتوصل لأكتر من 90%، وده عشان خاطر حاجة واحدة بس، إن هي قالت أنا لازم أبدأ النهاردة ما استناش لبكرة. جملة بسيطة بنقولها كتير بس فعلا فرقت في حياة كاملة. ما تسكتش على حاجة مش مريحاك حتى لو كانت بسيطة.